الوصفة النهاردة حلوة قوي، مشهورة جدا، ووصفة كده تتعمل غدوة في ربع ساعة، وربع ساعة كتير عليها كمان. كسدية الفراخ أو كسادية الفراخ، وأكلة مكسيكي جميلة ومشهورة. أنا معايا دلوقتي كيلو من الصدور مقطعة مربعات صغيرة، صدور الفراخ. ومعايا طبعا بصل بودر، توم بودر، ملح وفلفل، جنزبيل، معايا بابريكا، وشوية بهارات فراخ أو 7 بهارات، الاتنين بيدوا نفس النتيجة. ومعايا معلقة صويا صوص، ونقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها ونخلطها لحد ما يعني تتبل وتدخل في بعضها. في طاسة كده على النار باخد معلقة زيت وتكون سخنة، ومعايا طبعا فصين توم وحمرهم كده تحمير خفيف، وانزل بالفراخ بتاعتي اللي انا متبلاها وسبتها ساعة كده في التتبيلة لحد ما تبقى تشرب التتبيلة وتبقى طعمها حلو. وهبدأ بقى اسويها على النار لحد ما تستوي خالص تمام النضج. هضيف بقى بصلاية مقطعاها كده شرايح، وفلفل رومي برضو مقطعاه شرايح، وهسيبهم لحد ما يستووا. دلوقتي انا معايا جبنه، الجبنه دي شيدر، عباره عن قطع كده كامله بقطعها شرايح صغيره علشان استخدمها معايا في الكاساتيا. ودي طبعا جبنه سوري، شلل او اللي هي الشرايط، طعمها حلو قوي. ودي قطعه جبن موتزاريلا، اللي انتوا عايزينه بينفع، واي نوع جبنه ما فيش مشكله، ممكن شيدر، ممكن جبنه رومي، اللي انتوا بتحبوه واللي انتوا بتتعودين عليه. هبدأ دلوقتي اخلط خليط الجبن ده كله مع بعض عشان استخدمه في الكسدية، بيكون طعمها حلو جدا. بعد كده عندي 3 معالق كبار مايونيز، معلقتين كبار صويا كاتشب، معلقتين كبار باربيكيو صوص. الخليط ده حلو جدا، بنستخدمه في الهمبرجر او اي سندوتشات، بيبقى سهل وحلو وجميل وطعمه جميل جدا ولذيذ. العيش اللي معايا دلوقتي عيش تورتيلا. عيش التورتيلا ده موجود بوفرة كتير جدا في كل السوبر ماركت، يعني متوفر ومش صعب ان انتي متلاقوش. طاسة بقى هادية كده، وهوطي النار. هبدأ احط الرغيف من العيش التورتيلا بتاعي ده، وهاخد الصوص بتاعي وافرش بيه معلقة او معلقتين الاول، وبعدين احط الجبن بتاعتي، شوية من الجبن، وهاخد خليط الفراخ اللي استوى واحطه بقى، افرشه برده كده معلقتين كبار. ولو عايزه تحطي زيتون اسود انا بحبه، خاص الاضافات دي بتاعتك انتي. واحط طبقه تانية من الجبنه عشان هي دي اللي هتربط العيش في بعضه وتخليه متماسك. هسيبها بقى على نار هاديه لغايه ما تسخن وتستوي. زي ما شفتوا كده الجبنه ساحت، والساندوتش طعمه تحفه جدا، وغدوه سريعه سريعه مش هتاخد منك وقت، ولذيذه ومشهوره جدا، كل الناس بتحبها ومعروفه يعني. بالهنا والشفا، جميله جدا طبعا، كرانشي من فوق ومن جوه الجبنه سايحه، ساندوتش حلو قوي وطعمه خرافي. هبدا بقى ان انا دلوقتي اعمل واحده تانية قدامكم عشان تبقى سهله. بتحطي اي مكونات انت عايزاها، يعني ممكن ما تحطيش المايونيز والكاتشب، ممكن تستخدمي حاجات بسيطه منه، مفيش اي مشكله. ممكن ما تحطيش خس، عايزه حطي براحتك. يعني الاضافات اللي بتبقى جوه الساندوتش دي بمزاجك انت، حسب الذوق بتاعك وذوق اولادك. ونفس الحكايه برضو على نار هاديه، واضيف رغيف تاني من فوق، وهما بيربطوا مع بعض بالجبنه، طعمها فظيع، يعني جميله جدا وحلوه قوي. وبالهنا والشفا، يا رب تعجبكم. جربوا الوصفه وقولوا لي رايكم في الكومنتات.